الثلاثية. بوغسير 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 وديما مغرب، ديما 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 مغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. فيديو جديد. انتصار كبير للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة. الأشبال أو الأسود، أعتبرهم أسود لأن العالم الآخر والإعلام ديال العالم الآخر كان يتساءل من سجل ثلاثية في مرمى المنتخب السنغالي. الزوج ديالهم السنغالي كانوا كيقولوا شكون اللي سجل 3 ديال الأهداف، حتى جاءت ثلاثية مغربية في شباك الزوجة ديالهم الجزائرية. اليوم ها هي ثلاثية أداء ونتيجة، والفرق واضح. الناس كتلعب كرة القدم، الناس كيعتمدوا على التكوين وكيعتمدوا على التسيير الناجح، وانتم كتعتمدوا فقط على الكلام الفارغ وتدافعون عن أناس ليس لكم صلة بهم أبدا، فقط أنكم تريدون التشويش على النجاح ديال المنتخب الوطني المغربي. اليوم كل شيء أمامكم. ذكريات 2004 عادت من جديد. الهدف الثالث في الأنفاس الأخيرة هنا كما كنشاهدوا اللقطة، والكل تذكرنا اللقطة ديال يوسف حاجي في مرمى المنتخب الجزائري في 2004 في ضوء ديال ربع النهائي في تونس في كأس أفريقيا في 2004. اليوم على طريقة يوسف حاجي الأشبال يحتفلون بالثلاثية. هذه هي الثلاثية ديال الإعلام ديال العالم الآخر اللي كان يقول بأنه من سجل ثلاثية في مرمى زوجهم المنتخب السنغالي. اليوم أعطيناكم 3-0 والحمد لله. هو الإعلام الجزائري عايز إيه؟ أنا عايز أفهم بس. الإعلام الجزائري عايز إيه؟ المغرب فاز وانتصر عليك، أنت عايز إيه؟ قول لي، فهمني وعرفني. عايز إيه؟ عايز إيه؟ هل طبيعي إن أنا أفتح الشاشة ألاقي إعلاميين جزائريين على القنوات الجزائرية طالعين يقولوا المغرب فاز النهارده بالكولسة؟ كولسة إيه يا ابني؟ هل طبيعي إن أنا أفتح وألاقي ناس بتقول لك المغرب فاز النهارده بالرشاوي؟ رشاوي ايه؟ رشاوي ايه؟ المغرب فاز بمجهوده، فاز عليك 3 مش 1 ولا 2، 3-0. وانت كمان ده انت هربت من هزيمة كبرى، انت هربت من هزيمة كبرى. عايز ايه؟ قول لي، فهمني، عرفني عايز ايه؟ ما تسيبوا المغرب في حاله. الجزائر زي ما قلت قبل كده وافضل اقولها، فيها انهيار ودمار وخراب وتراجع في المستوى في كل حاجة. انهيار ودمار وتراجع في المستوى في كل شيء. عندها انهيار في كل حاجة، في كل حاجة في انهيار ودمار وخراب. عايز افهم انا، انتوا مالكوا؟ فيكوا ايه؟ احترموا المغرب. مش قادرين تطلعوا تقولوا ان المغرب كان افضل مننا النهارده وفاز علينا بمجهوده وتألق وابدع وفاز علينا بادائه ولعبه وشخصيته، وتتعلموا من المغرب بدل ما انتوا ليل نهار تشتموا وتقللوا وتهينوا؟ انتوا خلاص خسرتوا البطوله، انتوا خلاص خسرتوا البطوله. طب انا عايز افهم، هو انتوا من امتى اصلا بتفوزوا على المغرب عشان تفوزوا النهارده؟ قول لي، فهمني، عرفني، من امتى انتوا اساسا بتفوزوا على المغرب عشان النهارده تفوزوا عليه؟ قول لي وفهمني من امتى. المغرب في جميع الاجيال بيفوز وبينتصر عليك، في جميع الاجيال بيقدر ينتصر ويكسبك، في جميع الاجيال بيقدر يكتسحك، في جميع الاجيال بيقدر يحط عليك، كبار صغار ناشئين سيدات ايا كان، بيقدروا ان هم يفوزوا وينتصروا عليك. لكن الواحد بيشوف كمية حقد وغل وسواد وكراهية
من الإعلاميين الجزائريين بشكل مستفز وبشكل غير محترم. حاجات غريبة بتحصل، أقسم بالله، حاجات غريبة 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 بتحصل. المغرب قدامه مباراتين، وأنا هنا بتكلم على المغرب تحت ال17 عام. قدامه مصر وليبيا، فاز على مصر وليبيا خد البطولة. فاز على مصر وليبيا هياخد البطولة. خلاص خلاص خلاص، يفوز على مصر وليبيا وياخد البطولة على طول. فكل التوفيق للمغرب وكل التوفيق لمصر. مصر فازت على تونس بنتيجة 1-0 النهاردة، وأصبح عندها 3 نقاط. هتواجه بقى الجزائر وتونس، وهتواجه الجزائر والمغرب وليبيا. فكل التوفيق لمصر وكل التوفيق للمغرب، وإن شاء الله الاثنين مع بعض يصعدوا. كل التوفيق ليهم طبعا. المغرب بيلعب الآن قدامي عند الآن 1-0 للإكوادور. المغرب سجل هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء وضاعت وكملها كده لا حريمات، ولكن للأسف الشديد الحكم ما بيحسبهاش، رغم ان حريمات كان واقف على الخط يعني وما فيش أي تقدم، ولكن الحكم بيقول لك الفار ما حسبهاش. والنتيجة المباراة الأولى ربحنا المنتخب ديال التونسي بثنائية نظيفة، اليوم ربحنا المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة، وإن شاء الله المباراة القادمة غادي تكون أمام المنتخب المصري فوقاش، غادي تكون إن شاء الله بحول الله في 30 مارس غادي نلعبوا المباراة الثالثة مع المنتخب المصري إن شاء الله بحول الله. لو انتصرنا على المنتخب المصري شكون اللي غادي يبقى لنا؟ المنتخب الليبي المنظم الدورة، وغادي تكون هي المباراة الأخيرة في 5 أفريل. 5 أفريل غادي تكون هي المباراة الأخيرة أمام المنتخب الليبي. يعني إذا انتصرنا على المنتخب المصري اللي انتصر اليوم على المنتخب التونسي، فأكيد اللقب سيكون مغربي، والتأهل سيكون إلى كأس إفريقيا عن جدارة واستحقاق وفي الصدارة. برافو مرة أخرى الأشبال، برافو المغاربة، برافو المدرب البرتغالي، اداء ممتاز، تنسيق في الاجواء ديال المباراه من الشوط الثاني، تحكم في الاجواء ديال المباراه، رغم بعد الشوط الثاني شفنا بعض السيطره طفيفه للمنتخب الجزائري لكن بدون جدوى وبدون شيء. والصوره اخرى هنا واضحه توضح كل شيء. الطاقم ديال التقني ديال المنتخب الجزائري صافي استسلم الى ارض الواقع امام ميسي المغربي، امام ابراهيم الرباج الذي ربج المنتخب والدفاع الجزائري في هذه المباراه. لانه جوج ديال الاهداف الصراحه اللي جات في الشوط الاول جاء الصراحه ببناء رائع من طرف ابراهيم الرباج لاعب ديال فريق تشيلسي الانجليزي. اذا مشاهدينا الكرام، اجواء رائعه، مباراة كانت في المستوى، انتصار مستحق، احتفالات كانت امام اعين المنتخب الجزائري واللاعبين امام الجماهير المغربيه اللي كانوا تما في الملعب. وهنا ملي كنقول لكم حنا الدق والسكات، الدق والسكات، حنا كنشتغلوا الاعلام والابواق ديالكم اللي كتخرج كتضرب في المصداقيه ديال المنتخب الوطني المغربي، وكتضرب في المصداقيه ديال القانون ديال الكاف بانه اعتبر بانه المنتخب السنغالي منسحب وهذا اللقب ديال المغرب، واحتفلتوا بعد خساره المنتخب الوطني المغربي، واحتفلتوا ايضا امس البارحه بعد الطعن اللي قامت به السنغال. خرجوا مره اخرى الاعلام ديال العالم الاخر الحقود وزيد معهم الفراعنه وبعض التوانسه، خرجوا يقول لك لا والتوانسه من حقهم انهم يطعنوا وكذا باش يرجع لهم الحق ديالهم لانهم منتصرين على الميدان. حنا كنلخصوا حاجه وحده، الطاس مني غادي يمشي غادي يشوف الماده 82 و84، غادي يشوف واش كاين شي انسحاب ولا ما كاينش شي انسحاب. مني غادي يشوف بانه فريق او منتخب انسحب من أرضية الميدان الانسحاب الكامل ودخلوا إلى غرفة الملابس، غادي يقول لك طبقت عليكم المادة 82 و84 فهناك انسحاب. ما غاديش تبقى تقول له أودي راه ولينا نلعبوا وكملنا المباراة وحقا وكذا ولا الجمهور ولا لا هادشي ما خدامش. يعني إذا كان انسحاب
الخساره مباشره، قالها جوزيف مورينو، قالها كذلك ايضا ديني فوينتي مدرب ديال المنتخب الاسباني. هناك مدربين كبار، والشهاده ديال كولينا المدرب الايطالي اللي كان حاضر في الملعب هي اللي غادي تلخص كل شيء. هذا اللقب سيبقى في المغرب لانه اعتبرناه جميعا واعتبره محللين بأن هذا اللقب مغربي وسرق من المغرب باستفزاز وبمؤامرة وبخبث الإعلام ديال العالم الآخر اللي شريك في هذه اللحظة. تصوروا خوتي المغاربة، نخرجوا عن النطاق ديال المباراة، تصوروا لو كان المنتخب الوطني المغربي لعب في السنغال والسنغال نظمت هذه البطولة والمنتخب الوطني المغربي دار نفس السيناريو ديال المنتخب السنغالي وانسحب من المباراة ولا لعب وربح كأس افريقيا، والسنغال شكات بالمنتخب ولا بالجامعه الملكيه المغربيه، فاظن ان الاعلام ديال العالم الاخر والاعلام المصري فغادي يبقى يقولوا مهزله وفضيحه وانسحاب للمنتخب الوطني المغربي، وما خصهاش يكون المغرب، ما خصوش ينسحب الكاس ديال السنغال، اللهم هذا منكر. يعني كما درنا فضيحه مع هذا القوم الظالمين، مع هذا المنافقين. 1-0 وانفراد للزلزولي، انفراد للزلزولي، انفراد للزلزولي، انفراد للزلزولي، بتضيع ولكن تسلل للأسف. المغرب ضغط كبير جدا جدا في هذا الوقت. اللعيبة بتعمل كل حاجة، اللعيبة عايزة ترجع في النتيجة، اللعيبة عايزة تتعادل. تسلل، يعني هو وقع في مصيدة التسلل. لكن المغرب إن شاء الله بعون الله يقدر يتألق ويقدر يبدع ويقدر يفوز وينتصر إن شاء الله. المغرب أول مباراة يلعبها ودية وعادي، يعني دي مباراة ودية في الأول وفي الآخر، استعدادا لكأس العالم. كان نفسنا إن المغرب يظهر بشكل أفضل من كده، ولكن معلش اللعيبة الجدد والمدير الفني الجديد والخطة الجديدة وكل شيء جديد، فبالتالي أكيد إن أنت هيكون في شوية تقليل في الأداء، معلش يعني. ولكن نأمل أن المغرب يكون دايما أفضل ودايما متألق ودايما مبدع. كل التوفيق للمغرب طبعا. المغرب منتخب كبير وعنده الإمكانيات وعنده القوة، كلنا منتظرين كأس العالم 2026، واللي إن شاء الله بعون الله المغرب يقدر يتألق في هذه البطولة ويقدر يظهر بشكل مميز ويقدر يبدع ويقدر إن شاء الله أنه يفرحنا. المغرب قادر على فعل أي شيء، قادر على فعل أي شيء. أنا عارف إن المباراة دي لو خلصت بهذه النتيجة هيطلع ناس كتير جدا تقول لك هو ده المغرب اللي هياخد كأس العالم، هو ده المغرب اللي هيلعب في كأس العالم، هو ده المغرب مش عارف ايه. أنا عارف لو حصل ده هيطلع ناس كتير جدا تقلل وتشتم وتهين وتستفز في المغاربة وتتكلم بشكل غير لائق وغير محترم عن المغاربة. ولكن المغرب ما بردش على حد. المغرب عنده الإمكانيات والقوة والقدرة على إنه دايما بيفرحنا ودايما في الصورة ودايما متألق ودايما مبدع إن شاء الله وبعون الله. كل التوفيق للمغرب. اعمل لايك، شير الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل ما هو جديد وحصري. شكرا لكل إخواني المغاربة المحترمين في كل مكان، شكرا لكم من القلب. بيطلع عبد الصمد، بيطلع الزلزولي على ما أعتقد، وبينزل بلال الخنوس، وسفيان رحيمي نازل، وطالع إسماعيل الصباري. تبديلات كده تنشيطية. كل التوفيق للمغرب طبعا. اعمل لايك، شير الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.